امتى تقرري ان الريليشن شيب دي مش الريليشن شيب المفروض تكملي معاها في الحياة، وان المفروض ان خلاص بقى ده هو جه الوقت المفروض تجمب او تسيبي العلاقة. محتاجة اقول لكم حاجة، محتاجة اقول لكم ان احنا ساعات كتير قوي بنبقى عارفين المفروض نمشي بس ما بنمشيش و... والموضوع بيبقى صعب، ومهما مليون شخص قالك ان المفروض تمشي وانتي ما مشيتيش، don't blame yourself انك قعدتي فترة في toxic relationship عشان it takes time انك تاخدي such a brave step او حاجة خطوة شجاعة انك فعلا تسيبي العلاقة. الموضوع مش سهل ايا كان بقى، حتى relationship friendship جواز، الموضوع ما بيبقاش اسهل حاجة. ثانية واحدة بس. فلو اول مرة تشوفوني انا ميرا رضوان بعمل فيديوز على mental health relationship والكتب وحاجات كتيرة قوي، فلو اول مرة تشوفوني متنسوش تعملوا سبسكرايب، لو تاني مرة تشوفوني فويلكم باك. امتى تقرري ان العلاقة دي لازم تنتهي او تبدأي تشوفي ان العلاقة دي محتاجة to be fixed، ولو هي unfixable او لا تصلح ان هي تتصلح، انا مفروض ان انا امشي. اول حاجه، مش طبيعي ان في العلاقات ان احنا بنعيط اكتر ما بنضحك. العلاقات مش مفروض ان هي تكون battlefield او آم، ملعب مصارعه. هي المفروض بتبقى your safe haven، او المكان اللي بعد ما الدنيا جت عليكي ولخبطتك وقرفتك في عيشتك بتروحي بالليل، وده بقى المكان الآمن اللي بالنسبة لك. فما ينفعش تكون باتل فيلد، ما ينفعش تكون كل حاجة بتبقى بخناق، ما ينفعش تبقى على طول بتتخانقوا وعلى طول بتزعقوا وعلى طول قافشين على بعض. يعني في حاجة غلط، يا تبدأوا تشتغلوا على الموضوع ده يا لقيتوا الموضوع صعب فجه الوقت ان انتي تاخدي خطوة وتسيبي العلاقة. الحب الحقيقي او العلاقات الناضجة مش المفروض تحسسك ان انتي قلقانة، ان انتي خايفة ان الشخص ده يمشي، او انك خايفة في المطلق. المفروض بتحسي بامان. العلاقات، ودي حاجة بقولها، العلاقات الحقيقية الناضجة بتحسي فيها بملل، عشان هي مش رولر كوستر، هي مش عاملة زي القطر السريع بتاع الملاهي. هي very stable وهادية قوي، وبتحسي بملل، وده الطبيعي في العلاقات الناضجة. انا شخص كنت فاهمة انا ما بحبش احس بملل، ان انا I am يعني طول حياتي في لازم بيبقى في danger. فاحساس ان العلاقه ماشيه بستيبل او ماشيه هاديه، ده بالنسبه لي جسمي بيقول ان في حاجه غلط، ان انا متعوده ان انا اخاف وان انا اقلق. فلما ابدا احس بطمانينه، اللي هو على طول يقول لك ايه، الشخص اللي على طول قلقان بيحس ان الطمانينه فخ. بدات تحس بقى ايه ده، طمانينه فخ، يلا نبوظ العلاقه. ف فالطبيعي في العلاقات ان هو بيبقى فيه ملل، او بيبقى فيش، ما فيش صراعات، هي عادية هادية. وده الطبيعي، ده الصح. يعني هي الدنيا اصلا ضرب نار ويعني شغل صعب، وصحاب ساعات بيبقوا صعبين، والحياة مش اسهل حاجة فما ينفعش كده العلاقات تبقى صعبة. فلو you feel anxious او في حاجة غلط you don't feel safe، this is your sign انك تسيبي العلاقة. من أسوأ الحاجات اللي واجهتني في العلاقات ان انا لما بقول ان في حاجة ضايقتني يقرروا ان الحاجة دي ما بتضايقش. هو انا مش شايف ان الموضوع ده يضايق زي ما انتي بتضايقة، اللي هو مش قرارك. عامة مع اي اشخاص، لو الشخص اللي قدامك انت عملت حاجة وهو اتضايق، ما ينفعش انت تقرر ان اللي انا عملته ده ما يضايقش. مش انت اللي تقرر، كل بني ادم ليه ليه طريقته وليه مشاعره، وفي مواقف بتضايقك ممكن ما تضايقش حد، وفي مواقف تضايق ناس كتير قوي ما تضايقكش، وده طبيعي البشر. لما حد يقرر ان اللي انت عملته ده يضايق، يبقى هو يضايق، ومن حقك عليه انك تعتذر او تشوف how to fix it، او ازاي تصلح ده. غير كده يبقى انت بتجاس لايت الشخص اللي قدامك. فيا جماعه، لما حد يقول لكم انت عملتي كذا وضايقتني، حتى لو انت شايفه ان الحاجه دي ما تضايقش، لا، ريسبكت الشخص اللي قدامك واحترم مشاعر الشخص اللي قدامك واعتذر. حتى لو انت قريبة منهم بتحسي ان انت مش محبوبة، يعني انت قريبة منهم physically بس emotionally انا مش حاسة ان انا محبوبة، مش حاسة ان انت بتحبني. فده مش علاقة، دي احساس بالوحدة بس باكسترا ستيبس. فليه يعني لو انت مش حاسة ان انت محبوبة؟ وده ساعات بيرجع لان احنا مختلفين في اللوف لانجوج بتاعتنا. انا مثلا بحب الاكتف سيرفيس، بحب الجفت. في الشخص اللي قدامي ما بيعرفش يعبر عن مشاعره بالطريقة دي، فبيقول لي words of affirmation this is how he express his love، بس انا مش واصل لي، انا مش حاسه ان انا بتحب كده. فساعات ان انتي مش حاسه ان انتي بتتحبي عشان انتوا الاتنين مش عارفين تتفقوا على اللوف لانجوج. كل واحد ليه اللوف لانجوج بتاعته. انا احبك باللوف لانجوج بتاعتك انت، وانت تحبني باللوف لانجوج بتاعتي انا. مش العكس. مش انا بحب الناس بان انا بجيب لهم جفت يبقى احبك بان انا اجيب لك جفت.
احبك بالطريقه اللي انت بتحس ان انت بتحب بيها. لما تلاقي الشخص اللي قدامك ده مش بيختارك، انتي مش اولويه، صحابه بيجوا الاول، شغله بيجي الاول، بعدين انتي بتيجي في الاخر، اعتقد ان انتي محتاجه تقعدي مع نفسك شويه وتقعدي مع الشخص ده تشوفوا هو في ايه، هو في ايه فعلا. عشان انا اوكي، انا بقدر ان انا ليا حياتي الخاصه وهو ليه حياته الخاصه، ولما بنجتمع مع بعض احنا بنشير حياتنا، ما محدش يعني. انا ضد ان حياتك تبقى حياتي وحياتي تبقى حياتك، ده غلط جدا ومع الوقت ممكن يعمل مشاكل كتير قوي. بس احب ان انا احس ان انا اولويه، احب ان انا احس ان انا سبيشال. فاهمني؟ من اكتر الحاجات اللي بكرهها انت او انتي خدت البني ادم ده على هذا النمط، بتغيريه ليه؟ بتقولي له ليه ما ينفعش تعمل كذا، ما ينفعش تتكلم بالطريقه دي. بتحس ان انتي مش عارفه تبقي نفسك في علاقه. دي من أسوأ الحاجات، اللي هو انت قاعده عامله كده، خايفه تقولي اي كلمه تتفهم غلط، خايفه تهزري باي طريقه تتفهم غلط، اي حاجه بتقوليها بتفكري فيها مليون مره. فاعتقد ان ده مش جود ساين. again communicate، كلموا لو ما وصلتوش لحاجه معينه، لميدل جراوند، وفروا وقت على بعض. لان اكتر حاجه تضايقني ان نضيعوا وقت بعض وانتوا عارفين ان انتوا مش لبعض بس بتحبوا بعض، بس عقلكوا عارف ان انتوا مش لبعض، فيلا نضيع وقت بعض لحد ما يبقى ضيعنا عمر من بعض. وده من أسوأ الحاجات اللي بتضايق فيها في العلاقات، اللي هو احنا عارفين احنا مش لبعض بنكمل ليه. من اكتر الغلطات اللي الناس بتعملها دلوقتي ان انتوا بتفول in love with the potential of the person. يعني ايه؟ يعني بتحبوا الشخص based على انت شايفة ان هو في يوم من الايام هيبقى رجل اعمال شاطر قوي ومشهور وناجح، وهيبقى شخص مش عارفة ايه. فانتي حبيتيه based on البوتنشال اللي هو ممكن يكون في المستقبل. طب هو دلوقتي ايه؟ لا انت مش حباه based على هو دلوقتي ايه، فحطاله expectation عالية قوي هي مش موجودة، والبوتنشال ده ممكن يوصله وممكن لا. فانت ظلمتي نفسك وظلمتي البني ادم اللي معاكي. فحبي الشخص على اللي هو عليه، مش على بوتنشال انت شايفاه في المستقبل ممكن يبقى إيه. لو انت الشخص اللي على طول بتصلحي من المشاكل وتقولي يلا نقعد ونكومينيكيت ونظبط ونشوف الميدل جراوند، لو انت بس على طول بنينيشيت الحاجه دي او انت اللي بتبداي الحاجه دي، يبقى ديفنتلي في حاجه غلط. يبقى انت اللي بس اللي عايزه تصلحي، الشخص التاني مش بيعمل اي effort. يبقى دي علامه لازم تحطيها في دماغك. واخر حاجه، انت كل شويه بتسالي نفسك، بتصحي من النوم بتسالي نفسك هو انا المفروض امشي ولا لأ. فانت عارفة ان في حاجات كتيرة قوي المفروض بتمشي، بس انت مكملة علشان المشاعر ولا عشان العشرة ولا عشان ايه. بس وانس ان انت بدأتي تسألي نفسك هو انا المفروض امشي ولا لأ، اعرفي ان انت المفروض تقعدي مع نفسك وتاخدي القرار ان انت جسمك وعقلك بدأ يشوف حاجات هو مش شايف ان هي تنفع معاكي. وفي الاخر العلاقات دي ما الا للأسف دروس بنتعلمها أو lifetime partner، there's no in between. فده كان الفيديو بتاع النهارده. لو عجبكم الفيديو بتاع النهارده متنسوش تعملوا لايك الفيديو، سبسكرايب يوتيوب شانل، اعملوا لي فولو على كل السوشيال ميديا اكونتس. اشوفكم في الفيديو الجاي.